احتضنت بيوت البرج ومداشرها عبد الكريم السوفي لما له من مكانة ومحبة وثقة. تنقل بين جبال العناصر والمنصورة وشرشار وواد الأخضر والمخمرة ومشتة وذير، جاعلا منها المخبأ والمعين واستراحة المقاتل. احنا هذه الدار اللي كنا نطيبوا لهم فيهم النعماء، وهما يقعدوا لها العقلية، ندير لهم الكسكاس، ندير لهم اللحم، ندير لهم القهوة، ندير لهم الماء، كلش. هذا هو الدار اللي رانا نناولوا لهم فيها، ونديروا لهم القهوة والكسرة والكسكاس ونديوها منا، نخرجوا على الباب هذا. لكن يعيطوا لي منا على القرنية بالاسم تاعي. ولأن الفتى قد أصبح شابا فقد تقرر أن يتزوج. وافق الجيش، ولم تكن شريكة حياته القصيرة تلك إلا المجاهدة الممرضة مباركة الأحرش، تلك البنت الصغيرة التي تربت في الحي القديم، يعرفونها أعز المعرفة. صغيرة مع الرسم خذها واحدة نساء ثانية تخدم معانا، هاي مباركة هي طلعت في الجبل وخذها في الجبل. الخطرة الأخرى كيما تزوج واحد الفيلاج هكا تجيه الزنونة يقولوا له خليل، ثم اللي درنا العشاء والعرس كيما تزوج. ولأن صدى ما يقوم به عبد الكريم قد بلغ الأسماع، استنفر قادة الاستعمار الفرنسي جميع وحداته للتمكن منه حيا أو ميتا. يعني باش يجي واحد بلاصتو ما كان حتى يجي بلاصتو. جاو يعني مجاهدين وجا كذا، بصح ما بلاصتو والله ما يجي واحد كيفه. يعني الرزانة والعقلية ما كان حتى واحد يجي بلاصتو. اخويا والله غير يعني سبع. بصح عبد الكريم قلت لك على كل حال يعني فيها حاجه هذه. مثلا احنا قلت لك الاول كان احنا نقولوا مثلا احنا يعني دجاجه ما يذبحهاش، بصح النهار اللي مثلا فتح عليه ربي قلت كنا مثلا يعني نمر يخافوا منه. شجاع الثقه وما كانش الاوامر يطبقهم، يعني ما شجاع والاوامر يطبق. سورتو هو يطبق الاوامر، ما فيهاش ما تعيط له اي وقت والله اي بلاصه والله ما يخافوش منها، خلاص لازم يروح ويمشي. خاب سعي الجيش الفرنسي في القبض على التانك، أي الدبابة كما سموه، رغم محاولاتهم وحرصهم، فألحق ذلك بأخيه عبد الحفيظ التعذيب والتنكيل الشديدين. هو خلاص هو طلع، خلاص عمو بلي يطلع الجبل خلاص عايش يحوسوا عليه، مع البغ بدا بدا يحوسوا عليه. بصح يشكوا يجوا خوه يجوا كذا يجوا ليه اسمه كان اخبارك اسمه كان كذا جا والله ما جا، جا والله ما جا. هي على بالهم يطلع الجبل. لا اتصلت فيها وجا البارح. هيا بدوني الكمسارية ربطني عينيا بطبق أحذاء وحطوا لي فوق روضة وهكا ودار لي عصا بين ركبية هكا وحطني فوق روضة وقال لي كي تجرح صبعك. هيا ضربوني يا سيدي، طحت ما دخلنا فوق خلاص 5 أيام من غير قهوة نشرب فيها. قعدنا نجري 12 يوم احنا كان. في ليلة مظلمة باردة من ليالي شتاء البرج، الليلة الأخيرة التي لن تسمع المدينة بعدها وطئا لأقدام عبد الكريم تزلزل أركان الغزاة والخونة.
وتزرع الأمل في نفوس الأهالي. كانت هذه الليلة بداية النهاية. هما جو هنا لعند واحد السيد فارسي ابو بكر، تعشاو شكيتو مش واحد، هو هذا صاحبه اللي مات وياه مباركيه، وجا معاهم اخ اخوان المجاهدين الاخرين منهم سي محمد طاهر نباش ربي يرحمه. وسي محمد طاهر نباش هذا كان يعني تقريبا كفيف. تعشاو جاو خرجوا كي خرجوا من متحيكين. خرج الثلاثة متخفين في زي النساء في وقت متأخر من الليل، وأثناء مرورهم بالقرب من محطة القطار لاحظ جنود الجارد موبيل الفرنسيين أن النسوة الثلاثة ليسوا إلا رجالا. بالك عرفوهم تبعوهم، كي تبعوهم داروا الفيبور، داروا في بالك على بالك عندهم تليفوننا وجات لا بوليس من لورا منا، خاطر هما جاو منا نجيب منا والعسكر منا. تعقبوهم ولاحقوهم، وباستعمال وسائل الاتصال اللاسلكي استدعوا المدد والعسكر. علم الأبطال أن أمرهم قد انكشف، فمكن محمد الطاهر نباش من الفرار واتجهوا صوب حي الفيبور للتسلل من أحد أزقته اعتاد الفرار منه. حشروهم، كي حشروهم دخلوا هما الفيبور الجهه هذيك، براو العسكر براو لهم من هيه ما يحكي لي محمد طاهر مات ما في الحكوم، براو لهم من هيه ومنا لا يجيب لحقتهم. محمد طاهر كان لورا ما كانش قريب ليهم، كان بعيد عليهم. سباعوا من الفيبور وجايين له البازيت هذا بعد هو اللي في القسمة جايين ليه الفيبور، وتلاقوا مع الجارد موبيل تولي السليب هذيك اللي في الفيبور، يكون ضربوه ومنعوا وجو خارجين مع الرود هذاك في الفيبور موالفين يخرجوا عليها المرجع مثلا. تفاجأ بأن الزقاق أغلق بالبناء والأسلاك الشائكة. طرق باب بيت مجاور فلم يفتح لهما. كان قبل كانت محلولة على بالو كما نقولوا برا اسمه بكريم وهذا كان بلاصة هيك محلولة، هما سكروها هذه. لما جاو هما على كل حال فايتين من هنايا لقاو الحيط مبني، بصح جاوك باهي الوزراء طبطبوا لهذوك البيبان ثم ولاد بالبخاري يقولوا له حسين بخاري. سمعت طبطبوا كان في الحياه. طوقت قوات كبيرة من العسكر الفرنسيين المكان. رفض البطلان الاستسلام ودخل في اشتباك مع العدو الذي قصفهما بقنابله ورشاشاته الكثيفة. هذوك يضربوا ما يضربونا وين يروحوا؟ ما عندهم وين يروحوا. باش يرونديو ما حبش يرونديو، ما قالوا ما نديو، ما حبش لازم ما حبوش. احنا كنا برا ونسمعوا في الرصاص. والاماره انه زالت الرصاصه على كل حال اللي هي في الباب هي لا زالت لهنايا، لا زالت لهنا على كل حال. تفكر ذاك النهار اللي مشوا قال لي دمر الباب جبر العضري الضرب والهيد جا مكشوف هذاك الباب، جا واحد منه جا الله يعلم واحد دمر الباب وستيك رصاصه فك للباب. ما قطعنا الحس شويه هكا مخي الرعده تهزت الارض اللي في البلاد لبسوا قشهم. ليستشهد مبارك ويلحقه عبد الكريم حساني شهيدا. استشهد عبد الكريم وارتفعت روحه تجوب الأزقة التي احتضنته والجبال التي آوت والقرية التي أنجبت. ارتفعت روحه الشريفة رافضة الذل والاستسلام، تاركة الدمع في مآقي الأحبة. تقابلها فرحة العدو الكبيرة بمقتل بائع الحلوى الحلوة الذي أذاقهم المر والخوف لسنوات.
واحد مظاهرة كبيرة دروها في هذيك نهزوا يعلم هنا في البرج. نسيت على البرج كل خرجة وراه بزغاريد. وهيهات أن تهتز الهمم، كبر الرجال وخرجت النسوة يملأن المدينة زغاريدا، يبكين ابنا شجاعا أبيا، ويسقين جثتي الشهيدين عطرا نديا، ظل لأيام يعطر المكان برائحة الشهادة الزكية. هذا الممر هذا اللي سمي على إخوة الشهداء اثنين، الشهيد حساني عبد الكريم وعجيل مبارك. كان واحد الجواري قال لي تحب نبوزي لك كيسيون يوطن هذا، قلت له وي اسك يعني انتم بهذه القوات هذه ولا لارمي دلير ولا لارمي دتير ولا لارمي ولي دراغون ولا كارد موبيل راك مؤمن باللي تنتصروا علينا؟ قلت له والله كنت دارشك بصح دوك يحكمناك حي والله ننتصروا سير. صار عبد الكريم ابن الطيب والزهرة، ابن الجزائر الحرة. يعني خدمة الثورة خدمة الرجال، خدمة الرجال هذه صح. تأتي الأيام وتذهب، وما يتبقى منها غير ذاكرة وذكرى لرجال صنعوا التاريخ بالبطولة والتضحية والوفاء لوطن آمنوا به فسقوه دماءهم وحياتهم، لا يبتغون غير الحرية أو الشهادة مطلبا، عاشوا لنا وللوطن، ويعيش الوطن في دمائنا، ويمرح أبناء الجزائر على أرض أجدادهم أحرارا. فإن كان هذا البطل الرقم المطلوب قد قدم روحه عربون وفاء للوطن، فماذا قدمنا ونقدم نحن؟ السؤال المطلوب.